بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. يوم جديد واخبار جديده واخبار هامه جدا 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 النهارده، فاستاذنك تكمل الفيديو للاخر لان معانا اخبار مش هتسمعها ان شاء الله في اي حته تاني. معانا النهارده هنتكلم في اللي حذرت منه في موضوع عمر فرج حصل، وكارثه عمر فرج وكيد حصل. الفيديو اللي فات كنت متكلم على ان في قواضي مهمه، احنا مش هنحسب مين قبل مين، والقواضي بتاعت الرخصه الافريقيه والقواضي بتاعت القيد والقواضي الصغيره، في قواضي لازم دلوقتي. فاللي حذرت منه في كارثه عمر فرج حصل، وهتكلم عن الصح ايه واللي جاي ايه، هنتكلم عليها بالتفاصيل النهارده ان شاء الله. تابع معايا الفيديو للاخر. هنتكلم كمان ليه جون ادوارد بنقعد نسمع ان هو القواضي الكبيره خلصانه وعامل فيها تسويات، والقواضي الصغيره خلصانه وعامل فيها تسويات. طب ما بتخلصش ليه؟ ليه ما بتخلص؟ معنى ان هي خلصانه اتفاقات بس ما بتخلص، يبقى حاجه من اتنين: يا واقفه فلوس يا في حاجه تانية. هنتكلم عليها عشان في حاجه تانية كمان غير الفلوس هي اللي معطله الحاجه ديت ومخليها مش مستعجل فيها. مهمة جدا وحاجة مهمة جدا، وهنتكلم كيف يفكر جون ادوارد في موضوع القيد، وليه حاجات مستعجل فيها وليه حاجات متعطل فيها. هنتكلم كمان في رسالة أستاذ ممدوح عباس، ليه أصلا كان مطلع تويتة غامضة إن أنا مش هساهم في فك القيد أصلا. ليه كان بيتكلم في النقطة دي، وليه بعد كده طلع واتكلم وبدأ يلمح كده بأخبار خير عن نادي الزمالك. هنقول عليها بالتفاصيل ان شاء الله. بس استأذنك زي ما انتم عارفين ان احنا لسه بنقول بسم الله وبنبدأ في القناة وبنبدأ حاجة جديدة. فيعني انا عندي في الاحصاءات اكتر من 50% او 60% من المشاهدات كاملة مش مشتركين. فبعد اذنك لو عجبك المحتوى وبتنسى تشترك، ما تنساش تدعمني بالاشتراك عشان نفضل ان شاء الله مستمرين سوا ومكملين مع بعض باذن الله. دي حاجه. قبل ما نبدا بقى اخبارنا، يلا بينا نبدا اخبارنا. قبل ما نبدا عايزين نتكلم على الريلز اللي فات اللي اتكلمت فيه عن النادي الاهلي وهروب مجلس الاداره، مش هروب الجمهور من ماتش بيراميدز. ليه مجلس الاداره فكر يهرب وينسحب، يهرب هروب كروي يعني وينسحب من ماتش بيراميدز؟ وزعلوا مني الاهلاويه ومعظمهم صحابي وناس غريبه ما اعرفهاش، وعلى الخاص رسائل ياما قد اللي موجوده على الفيس وعلى اليوتيوب، قد التعليقات اللي موجوده 1000 مره. طيب انا كل اللي انا قلت حاجه واضحه خالص. انا كل الحكايه ايه؟ اولا انا عايز الجمهور الاهلاوي اللي هو اصلا بيفكر يفكر، بس يفكر بهدوء من غير عصبيه من غير خناق. في فرق بين تفكير الجمهور وبين تفكير مجلس الاداره. مجلس الاداره بتاع النادي الاهلي او نادي الزمالك اللي انت بتقول لك خليك في ناديك، انا بقول لك اهو النادي الاهلي ونادي الزمالك تحديدا لان دي انديه جماهيريه كبيره جدا، انا بتكلم بالنسبه لمصر، بيبقى تفكيره في حاجات معينه بياخد باله منها. حتى انا لسه قايل في الخبر في اول مقدمه ليه جون ادوارد ما بيحلش القواضي، فبيبقى عندهم سياسه كرويه هنتكلم فيها زي ما قلنا. يبقى انا بتكلم اهلي وزمالك. طب ليه النادي ده بقى الجمهور النادي الاهلي، ليه مجلس ادارتك عايز ينسحب من مباراه بيراميدز؟ عايز ينسحب من مباراه بيراميدز باختصار شديد، باختصار شديد حاليا، وانا قلت الكلام ده في الريلز اللي فات مش عايز اعيده لكن هقوله بسرعه. حاليا هو على الورق اقل من بيراميدز، اقل من بيراميدز، عارف انه لو دخل هيتغلب. والزمالك حاليا على الورق اعلى من المصري فيكسب المصري، وبيعرف يكسب بيراميدز يبقى كسب الزمالك في النهائي، خد بطوله، هيتصدر لمشاكل المشاكل للنادي الاهلي ضخمه جدا 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 قبل بدايه موسم وقبل تجديد لاعبين، وهيتحطوا في مشاكل وهيحرقوا المدير الفني الجديد اللي لسه متعاقدين معاه وهيخبطوا الدنيا كلها. يبقى اسمهما بالنسبه له اكثر من نفعهما. يبقى الافضل ان انا اهرب من البطوله دي، خصوصا انها على الورق تطلع مني بنسبه 90%. يبقى انا اهرب منها. ما يجيش يضحك عليك لا مؤاخذه يعني ويقول لك ان السبب فلوس، يبقى انت كل ردودك عليا في التعليقات غلط. ده احنا واخدينها 15 مره. لما انت بتقول واخدها 15 مره يبقى انت اهو كنت بتشارك فيها عادي. طب ليه بتشارك فيها عادي؟ ما هي الفلوس. ولا هي كانت 10 مليون دولار قبل كده الفايز ودلوقتي بقت 5 جنيه مثلا. هي الفلوس.
يبقى انت ليه كنت بتشارك فيها؟ لا اصل احنا كنا بنشارك فيها عشان ما كناش بنخش بالكارت الذهبي. ايه علاقه ده بان انت كنت بتشارك فيها؟ اصل انا لو كنت شاركت فيها قبل كده ممكن كان يوقفني سنه. طب ما يوقفك سنه بالنسبه لك مش مفيده، ما تقف سنه، ما انت مش هتروحها كل سنه. لا ما هو السنه دي الاداره بقى جايبه لي بطوله تانيه ب 50 ضعف. يعني هو السنه اللي فاتت لو عايز يجيب لك بطوله ب 100 ضعف مش هيجيب. ده تركي الشيخ حبيبه بالتليفون هات لي بطوله. ده قطر حبايبه الانديه اللي هو اللعيبه يلا خد مننا ده، يلا بالله عليك عندنا مشكله في ده، هيجيب بطوله. يبقى ليه؟ عشان هو ظروفه الحاليه ما تساعدش انه يلعب، وعلى حظه الحلو انها بكارت ذهبي، فاعمل الفيلم المظبوط ده. طب هل ممكن يشارك؟ ممكن يشارك حاليا. ازاي؟ لو غيرت لي اللائحه. ما انا من جوايا غير اللي بعلنه، اللي من جوايا ان انا مش عايز العب بيراميدز. انما لو غيرت لي اللائحه وهلاعب المصري يبقى على الورق هكسبه. طب والزمالك ساعتها هيلاعب مين؟ بيراميدز، والزمالك بيعرف يكسب بيراميدز، وانا بعرف اغلب الزمالك كاهلي. يبقى انا بقول لك اهو الاهلي ما بيخافش من الزمالك. هو احنا هنخاف منكم انتوا يا بوابين؟ فلا ده انتوا اللي عبدوا البقال. طب انا بقول لك انت مش خايف مني، انت لو هتلاعبني هتيجي. لو الاهلي كانت قرعته مع الزمالك كان هيجي. كعبوا على الزمالك في الفتره الاخيره تحديدا، وفي الغالبيه، عشان ما نقولش كلام بره لا في الغالبيه. يبقى انا لو هلاعب الزمالك هروح، لو هلاعب المصري هروح، لكن لو هلاعب بيراميدز مش رايح. طب هل الاهلي كل مره بيتغلب من بيراميدز؟ لا. طب ما الاهلي كسب بيراميدز ياما. حاليا عشان انتوا تسمعوا صح، عشان دول ودنين، حاليا على الورق هيتغلب من بيراميدز 90%. هيتغلب، الكره فيها كل حاجه، بس 90% هيتغلب من بيراميدز. ولو اتغلب من بيراميدز، حتى لو الزمالك ما كسبش البطوله هيتصدر له مشاكل جامده. اول خساره للمدرب، وتحفيل ياما، وافلام ياما، ولاعيبه عايزه تجدد، ولاعيبه عندها مشاكل. وهنبقى نقول لكم خبر مهم في زيزو تجديد اللاعبين، حاجه خاصه بس، مش ان احنا بنتكلم على اخبار اهلي، لا، عشان حاجه واحده بس، ان الاهلي فيه مشاكل والزمالك فيه مشاكل، والاعلام بتاعنا ما بيتكلمش غير عن مشاكل الزمالك، فبيضطرنا نحكي مشاكل الاهلي، لكن احنا مالناش دعوه غير بنادينا، وما بنحكيش غير على نادينا. وهنا في الخبر ده احنا ما بنتكلمش على الاهلي، احنا بنتكلم عن بطوله هيشارك فيها الاهلي والزمالك، فالطبيعي ان انا اتكلم. انت مش جاي ليه؟ خلي بالك ده انتوا بتعملوا كل ده وبتستفزونا عشان من غير الاهلي البطوله ما تنفعش، شوفوا لكم حد يسوقها. خيابه. قول لي ليه؟ هقول لك ليه يا حبيبي. ما انا بقول لك دول ما بيشتغلوش، او لو فانا بقول لك اهو عشان يشتغلوا، عشان هم في الاساس مضاف عندك، بس عصبيه الكره بتاخدك. هقول لك ليه يا حبيبي. الكارت الذهبي اصلا اتعمل عشان مين؟ عشان الزمالك زي ما كان في نفس الحاله اللي انتوا فيها السنه دي، مش واخد ولا بطوله حول ولا قوه، فعملوا له الكارت الذهبي. طب ما راحوش ليه من غيره؟ لما انتوا بتوع الفلوس، اوعى احنا اللي بنجيب التسويق. طب ما رحتوش ليه؟ لما لقيتوا الزمالك مش رايح اهو، اتعمل له الكارت الذهبي. ليه؟ عشان التسويق يا حبيبي مبني على الاهلي والزمالك. اي طرف فيهم يبقى مش موجود، 80% ولا 70% من التسويق راح. فلما انت هتبقى مش موجود، طب انا بقول لك اكتر من 60-70% من المعلن هيختفي. دي حقيقه، انا بقول لك دي حقيقه. بس احنا كمان نفس القصه، والدليل على كده ان هم عملوها. قال لك احنا شركه المنظمين بره للسوبر احنا عاملينها اصلا عشان نشوف الاهلي والزمالك هنا، هم اللي هنعرف نجيب عليهم فلوس. طب لو واحد فيهم مش موجود، مع احترامنا لسيراميكا وانبي وزد وكل الكلام ده، لا العبوا مع بعض في مصر. فادي القصه. يبقى التسويق ورونا، ما انتوا برضو من غيرنا ما كانش هيبقى فيه بطوله. بس الزمالك ساعتها راح، ما قالكوش لا اضرب كرسي في الكلوب ومش رايح، رغم انه كان واقع فني، بس هو ما بيفكرش زيكم. الافكار الشياطيني دي ما بيعرفش يفكرها. يعني لو انا مسؤول في الاداره افكرها بكل وضوح. لو انا مسؤول في الاداره افكرها،
بعرف افكر الافكار الشياطيني دي بتاعت الطريقه بتاعت الاداره دي. افكار، وانا بقول ان دي افكار مقبوله، انا بقول انا اعملها دي يا جماعه. انا قلت الزمالك كمان عملها قبل كده، في مش لفظ يعني، لفظ قروي يعني، ان انا حاجه دلوقتي الصح ما اروحش، مش رايح ومعايا حجه ان انا مش هتوقف. يبقى انا بوضح تاني لجمهور النادي الاهلي وانا بتكلم على ان هو منسحب من بيراميدز الاداره منسحبه حاليا عشان ما تخسرش من بيراميدز مش من الزمالك ويتصدر لها مشاكل. واضحه؟ يا رب تبقى واضحه. انت بقى ضد ان فرقتك تنسحب في العموم كجمهور، حتى هو واقع او مش واقع، اتخانق مع ادارتك، قول لهم لا احنا عارفين ان انتوا السبب كذا واحنا واقعين، بس احنا هنغلب بيراميدز وهناخد حقنا وكده كده بنغلب الزمالك وهنرجع بالبطوله. اضغط عليهم. لكن الاهلي عمل ايه؟ الاداره عملت ايه؟ يا تغيروا لنا اللائحه فاللاعب المصري وبعدين الزمالك يطلع بيراميدز فاحنا نرجع بالبطوله. طب يا جماعه، طب ساعتها لو احنا يا عم غيرنا لك اللائحه هتيجي ازاي؟ ما انت قلت انا مش جايه معايا السنه دي. ساعتها نبقى نضحك على الناس والجان جيمي تشتغل ونقول بقى في ضغوطات واسم مصر، وكمان في نفس الوقت انا هلعب في البطوله الثانيه، فانا كده هلعب في البطولتين عشان ما ازعلكوش وتقولوا ان انا ببوظ بطوله مصريه. انا جاي، وهو في الاساس لو راح هيروح لو اتغيرت اللائحه. لو ما اتغيرتش اللائحه يبقى ساعتها شركه التسويق ده الطبيعي هيبقى ممكن من مباراه واحده او تتلعب في مصر او اي مكان فيطلع برضه. شفت من غيرنا البطوله بتبوظ، ما احنا برضه من غيرنا لو كارت ذهبي وما رحناش البطوله تبوظ، سواء بكارت ذهبي او من غيره. من غير الاهلي والزمالك ما بيبقاش فيه تسويق. فالكلام يا رب يكون واضح ومفهوم، من ما تضطروناش نحرق اكتر من كده. وهو الموضوع كلمتين، الاداره عملت كده خوف من ان هي تصدر لنفسها مشاكل قبل بدايه الموسم. يا رب يبقى المعنى واضح للجمهور زي ما الزمالك عملها قبل كده، وزي ما الاهلي يا عم. بلاش، هو الاهلي مش لسه منسحب؟ الدوري اللي انتوا خدتوه بالتغيير اللوائح هو انسحب. ساعتها الجمهور عمل ايه؟ هاجم الاداره، انتوا انسحبتوا ليه؟ صح؟ بعيد بقى ان انتوا انسحبتوا ليه؟ فالاهلي انسحب باي حجه ساعتها؟ ده انا ما اعرفش ايه، لما تعملوا اي حجه وكانت غلطه ولحقوا له الغلطه بانه غيروا له اللائحه فخد الدوري. ولو ما كانتش اتغيرت له اللائحه وكان بيراميدز هو اللي خد الدوري اللي هو صاحب الدوري الحقيقي، تمام، وكانت الجماهير فرمت النادي الاهلي انه انسحب. فعشان السنه دي الجمهور ما يفرمش ادارته انه انسحب من بيراميدز عملوا له حجه ثانيه. واضحه؟ يا رب الكلام يكون واضح عشان ما حدش يزعل مني. تمام؟ تمام. يلا نخش بقى في الاخبار معانا النهارده. اول خبر معانا اللي احنا قلنا اللهم صل على سيدنا محمد، كارثه عمر فرج. قلنا يا جماعه ان باختصار القيد عباره عن حاجتين، عندنا اكتر من 18 قضيه، 18 قضيه لازم يخلصوا. مفيش حاجه بقى اسمها ان انا كمجلس اداره، يعني لما طلع كابتن احمد سليمان قبل كده وقال ايه؟ قال لك احنا عارفين، ودي كارثه اصلا، تصريح كارثه بس محدش خد باله منه. احنا عارفين بمشكله صلاح مصدق من شهر 4 وعاملين ايه؟ مغفليننا يعني انتوا مغفليننا منيميننا لحد ما تحصل كارثه. مشكله عمر فرج معروفه بقى من قبل الدوري، معروف. لاعب السنه اللي فاتت لما طلع احترف وطلعتوه عاره سنه، وجاب في ماتش 5 جوان، وده ممكن يرجع الزمالك بغض النظر عن مستواه، وممكن يرجع الزمالك وبتاع. قبل بدايه الدوري سوقه. ده انت لو مش عارف تسوقه هتعمل له فسخ تعاقد بالتراضي، يبقى فلوسك اللي على ناديه بس خلصت. لكن فلوسك على ناديه وفلوسك اللي على ناديه كانت ممكن تبقى ده اضعف الايمان، فسخ تعاقد بالتراضي. هو الاغرب انه اصلا جاله عروض، جاله عرض من السعوديه بحوالي $500,000، وجاله عرض من البلد اللي هو كان فيها بره برضه برقم قليل. فالزمالك يقول لك ازاي ابقى انا شاريه ب1,000,000 وابيعه بنص؟ فانت هتقوم جهبذ افندي او مدافع 1,700,000. يعني بدل ما هو كان هيبقى متنازل عن فلوسه
وهيجي لك نص مليون، فانت مثلا خدت لك وفرت لك حوالي 700 800 الف، لا انا هلبس مليون و700 يا عم مش مهم، كده كده لسه بدري. فدي كوارث احنا كده كده مش هنسيب المجلس عليها ولا كل حد غلطان، مش هنسيب المجلس على كل غلطه من اللي غلطها، تمام؟ وكله هنفضل معاك كده، سد اللي عليك سد اللي عليك سد اللي عليك، وبعد كده هيبقى في كشف حساب. كشف حساب، انتوا لبستونا كام واتبرعتوا بكام، مش اقرضتوا النادي بكام. ولازم يبقى اجمالي التبرعات على الاقل يساوي اجمالي الكوارث اللي انتوا عملتوها. من اتلف شيء عليه اصلاحه، تمام كده؟ فاحنا قلنا بقى في الفيديو اللي فات ان مشكله عمر فرج، مشكله، فانت دلوقتي مشكله عمر فرج ان احنا قلنا يا جماعه اهم قواضي لازم تخلص، لازم تخلص بالترتيب. عمر فرج، مشلاك، نضاي، اكينيولا اللي محدش بيتكلم عنه، طبعا قبليهم كان صلاح مصدق. وقلنا يا جماعه الثغره القانونيه اللي انا قلتها برضو قبل كده وبدات دلوقتي تتقال، واللي تحل فيلم القيد التأديبي من بابه، ايه هي؟ انا واحد جاي دلوقتي بيقول لك، يعني انا اسف في المثل اللي هقوله ده لان انا هقوله على نادي الزمالك، واحد متهم انه سرق 4 سرقات، شغل ناس عنده وكل فلوسها 4 مرات، فالقانون بيقول لك لو انت عملتها 4 مرات في سنتين تتوقف قيد تأديبي. حلو، لحد ما بعد كده تبقى تجيب الناس وانت معاك فلوسهم، تمام؟ فانا عايز احل، سهله خالص. هيجي واحد من ال4 دول، تمام، للي بيحكم يقول له على فكره انا كنت غلطان، هو ما كانش سارقني. ايا ما كان بقى، ما هو خد فلوسه. وده المفروض اللي اتعمل في صلاح مصدق على فكره، ان هو بعت ان الزمالك اللي كان على حق. وركزوا النهارده 10/6، انا بدي تاريخ اهو، لو النقطه دي ما عملهاش المحامي بتاعه يبقى لا حول ولا قوه على بتوع الشؤون القانونيه بتوع الزمالك. دي الثغره ودي التركيه اللي لو ما اتعملتش مش هيتحل الموضوع. ان يكون صلاح مصدق كتب، حتى لو ده ما يخشش عقل الفيفا، بس انا ليكوا اللي كتبته، انا ما عنديش مشكله ان القيد يترفع عن نادي الزمالك، وانا بعد مراجعه العقود وبعد مراجعه مش عارف ايه الزمالك طلع على حق وانا ما كانش من حق افسخ، وهو بالنسبه له خد فلوس واحنا سوينا والموضوع خلص. فهنا عند الفيفا يبقى انت نادي ضحك على 3 لعيبه بس، يبقى انا كده كده هرفع عنك القيد. وده اللي المفروض سافروا بسببه المغرب عشان يعملوا القصه دي، ما سمعناش في اي حد هنا، وانا بقول لك اهو. طيب المهم بقى دلوقتي 3، لو جه الرابع هنرجع نفس المشكله تاني. فقلنا مين اللي متوقع يجي؟ اكينيولا وعمر فرج، مشلاك. هتقول لي ما هو دول من ضمن ال3 الموجودين، انا بتكلم حاجات نهائيه، اي حاجه من دول يبقى هتعيد لنا القصه تاني. يبقى يا جماعه دول لازم يخلصوا الاول، لازم يخلصوا الاول. ما استناش انا بقى ان عمر فرج يجي لي حكم، ما انت عمال تفاوضه فعلا بقالك 10 ايام بس تقيل تقيل. طب ما صلاح مصدق ده نفسه لو قبليها ب 48 ساعه بالظبط، قبليها ب 48 ساعه كان الموضوع خلصان على 600,000 من ال 800 وهيتنزل عن 200. لما حصل ضغط اعلامي بقى 880، غير فلوس الوكيل وغير فلوس المحامي وغير المحامي بتاع الفيفا، يبقى انت اللي بتضغط نفسك. عمر فرج برضو في ال10 ايام اللي فاتوا كان في كلام جدولة متوافق عليه غير بتاع دلوقتي. دلوقتي هيضغط المجلس، ولا في خلال 6 شهور، ولا في خلال شهرين. ما انت اللي بتجيبه لنفسك، انت اللي بتجيبه لنفسك. ان شاء الله المشكلة برضو في طريقها للحل بشروط اللعيب، لان احنا اللي زنقنا نفسينا. وبقول لك تاني، عندك 3 لعيبة تاني لازم يخلصوا، كل شويه هنعيدهم، ده بعيد عن ان انت سبب كوارثهم. احنا دلوقتي ما بنحكيش بقى في اللي عدى، نضاي ومشكله العقد والسنه، نضاي لازم تلحق تخلصه، والحق دلوقتي وانت ما عليكش ضغط عليه قبل ما يبقى بشروط اللعيب مش بشروطك. مشلاك، اكينيولا، دول اللي انا عمال اعدهم، ما بعدش جوزيه جوميز والمساعدين والما اعرفش ايه ونادي ما اعرفش ايه وال14 قضيه التانيين ما بعدهمش انا. ليه؟ لان دول عباره عن فلوس بغض النظر عن قيمتهم، فلوس وخلصت، تدفع خلاص، قصتها خلصانه، تدفع وقصتها خلصانه. لكن دول هيسببوا لك مشكله وهيحطوك في افلام كبيره.
فبدل ما يجي الاحكام وتبقى خلصانه ونهائيه وتضطر تتحط في شروط اللعيب بفلوس عاليه وانت عمال تشحت، تمام، الحق حل بايدك. يبقى دي النقطة الأولانية اللي بنتكلم عن عمر فرج والكارثة بتاعته، وإن إحنا اللي بنعمل كده في نفسينا وإحنا اللي بنزنق نفسينا، ونحلها إزاي؟ إن إحنا ونخلص اللعيبة المهمة دول بأسرع وقت. نيجي بقى نتكلم على خبر تاني معانا، وليه أستاذ موضوع عباس في الأساس اتكلم في التويتة وكان غاضب، ومين قال ان انا هدفع 3 مليون دولار لفك القيد، وانا لو دفعت هقول وبتاع، لان هما ما يعني هو ما قال لهمش اشكروني لما ادفع، بس مش اما تتسأل عليا في حاجه انا عاملها ما تقولش ده ما عملهاش. فلما الكادر هشام بيه نصر الكادر اتسأل على مين خلص قضيه بنتايج، قال لهم مجلس الاداره، وهو لا مجلس الاداره اللي حلها الاستاذ موضوع عباس. كلم احمد سليمان، هات الولد وتعالى عندي الفيلا، ودفع له وحلله. المجلس كان عمال يقول الحقونا الحقونا الحقونا، واحنا على حق، احنا على حق، ده ملوش حق يفسخ، ده احنا دافعين الشهرين، احنا على حق. وعلى حظنا الحلو احنا كجمهور زمالك كان راجل لسه متجوز ابن عضو مجلس اداره، فبالتالي قاعد، فظروفه الاسريه مقعداه، واحنا رغم ان كان عنده عروض هنا بس قال لك لا انا مش حمل ايه وجع دماغه لسه وعايز اقعد في الزمالك. اللي حلها في النهايه موضوع عباس، هو اللي دفع، هو اللي دفع. فلما تتسأل مين حل مشكله بنتايج في احد البرامج، يا سيدي من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ما تقول الاستاذ موضوع عباس ساهم بجزء كبير فيها واحنا معاه، احنا حط نفسك يا عم، حط نفسك، طالما انت بتحب تحط نفسك حط نفسك. فده اللي زعله. الحاجة التانية ان هو كان بيضغط عليهم اللي احنا قلناها قبل كده، ادفعوا وانا ادفع، فانا مش دافع، فاضطرهم يدفعوا. لذلك انا في الفيديو اللي دفع فيه هاني بيرزي وقلنا له شكرا هاني بيرزي، قلت شكرا موضوع عباس ان خلاهم يضطروا يدفعوا. برضو انا ضد الهجوم على استاذ هاني بيرزي، ده دفع مش تبرعات، ده ما دفعش مليون، ده دفع فلوس اعلانات. يا عم مش احنا كنا اما ما كانش بيجيب اعلانات للزمالك كنا بنقول فين الزملكاويه اللي مش عايزين يجيبوا وخايفين على شركاتهم ومش مهم عندهم الزمالك، دول بيعملوا الاعلانات في النادي الاهلي. مش كنا لما يجي يعمل للزمالك نقول له انت بتعمل ليه وانت بتكسب من ورانا؟ لما يجي يدفع لك مقدم وفي ايده ما يدفعش دلوقتي نقول له انت ما اديتناش حاجه؟ لا شكرا استاذ هاني بيرزي، يا رب تعمل كده دايما، يا رب كل يوم تجيب لنا اعلان وتديه لنا مقدم هنقول لك الف الف شكر وانت راجل محترم. دي الحقيقه اللي تتقال، ونقول له شكرا استاذ موضوع عباس، انت بتدفع واحنا عارفين ان انت بتدفع، وما تستناش من المجلس ده يشكرك، لان المجلس ده احنا كده 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 مش هنسيبه غير لما نعرف نحكي بالتفاصيل. بس بعد ما نخلص القواضي دي كشف محاسبه كامل لبسنا في كام، وهندفعه لهم عضو عضو، مش هنحله، ده كلام منتهي يعني. تمام. في نقطة تاني مهمة، ايه هو بقى قرار الفيفا المنتظر والمتوقع؟ مش هقول المتوقع، اللي هيحصل مع نادي الزمالك بعد انتهاء أزمة صلاح مصطفى. القرار اللي هيحصل، وافتكروا كلامي كويس وانا بقول لك تاني تاريخ اهو عشان تفتكروا كده، الغلبان الى الله هو اول واحد قاله، اول واحد قال، بعد كده تبقوا تشيروه كده وتبقوا تطلعوه. تمام. ايه هو القرار؟ القرار هيبقى تأييد القرار حتى آخر 8، يعني لا هيقول لغيته ولا هيقول ايه ولا هيقول أيدته. طب اشمعنى آخر 8 تحديدا 20/8 25/8؟ عشان ادي فرصة لنادي الزمالك يأيد لاعبين. يعني الفيفا هيعدينا، طب هيعدينا واجب يعني بيحبوا الزمالك؟ لا، انت في الفترة دي هيبان لنا احنا كفيفا حاجتين. لو انت نادي جاد فعلا وكان عندك عسرة مالية، يبقى انت في خلال الفترة دي اللي هي المفروض شهر 6 دوت هتعمل ايه؟ هتسوي القواضي بتاعتك كلها وتحل، واثبات حسن نية بالنسبة لنا احنا كفيفا. حليت؟ طب خلاص احنا ادينا لك براح بقى ايد اللاعبين. طب بعد ما تأيد اللاعبين والدنيا عندك مشيت، ما انت مش عدو بالنسبة لنا كفيفا، خصوصا الأندية الكبيرة. لو في باب قانوني
وثغره قانونيه تعدي الحل هتعدي. فاحنا بقى عندنا بدل الثغره 2 كفيفه. ايه هي الثغرتين؟ اولا ابداع حسن النيه، حليت كل قواضيك. ثانيا صلاح مصدق قال ان هو اللي غلطان، فانت اصلا كده عندي ب3 قواضي، فيبقى ساعتها هوافق لك، فاديتك لاخر 8. طب جيت لي اخر 8 وانت كل شويه تطلع من واحد تخش في واحد، تطلع من واحد تخش في واحد، وخصوصا اخر 8 كمان في التسويه اللي راحت بتاعه صلاح مصدق ان بقيه الفلوس هتبقى في شهر 8 في اول 8، فنيجي نلاقيك في اول 8 خلصت نهائي مين؟ صلاح مصدق. يبقى انت فعلا على حق وعندك اثبات حسن نيه وبتخلص اللي عليك. فساعتها هيكون القرار ايه بقى في 8؟ انا بقول لك القرار هيطلع قريب، القرار اللي هيطلع في 10 ايام تاجيل القرار لاخر 8. القرار اللي هيطلع في اخر 8 ايه؟ بقول لك من دلوقتي 10/6 تاني اهو، 10/6 بقول لك في خلال 10 ايام هيطلع بتاجيل الحكم في القرار، تاجيل الحكم في القرار اخر 8. طيب اخر 8 هيبقى الحكم بايه؟ لو هنفترض ان الزمالك داخل ابيض ما عليهوش حاجه، هيبقى حاجه من 2، يا اما ايقاف لمده قيد اللي هو الشهر اللي هو قيد يناير، يا اما هيبقى ايه؟ هيبقى ارجاء القرار خالص كانه مش موجود، زي كده مع ايقاف التنفيذ. ده لو انت، طب لو رايح عندك قواضي بقى وداير، هيبقى تعالى بقى ايه؟ قيدين، ساعتها هتلبس ايه؟ يناير والصيف اللي جاي. فتبقى انت دخلتنا كمجلس لو ما حلتش دلوقتي الفيلم ده في كارثه جديده في الصيف اللي جاي، فلازم مجلس الاداره يلم من بعضه النصايب اللي هو عملها ويحل القواضي دي عشان نخلص من القرف ده، تمام؟ وربنا يفكها علينا ونبدا نجيب صفقات جديده. اخر خبر معانا بقى بمناسبه الصفقات الجديده النهارده، عشان انا يعني طولت عليكم شويتين معلش، بس هي اخبار هامه وما ينفعش تاجل، احنا مأجلين اخبار ياما. وهو كيف يفكر جون إدوارد في موضوع القيد. يعني هو 6 قواضي تحديدا، حتى دي من ضمن رساله الاستاذ موضوع عباس ما اتكلمناش عليها. طب نقول رساله الاستاذ موضوع عباس الاول. رساله الاستاذ موضوع عباس انه بعت رساله للاستاذ هاني حتحوت وكلمه، فقال له ان في 6 قواضي والخبر مرتبط ببعضه من القواضي الكبيره فلوسها تمت فيها التسويه، يعني اتفقوا وشالوا فلوسهم وعملوا كل حاجه وهيتعلن عنها بالتدريج. اللي هو المفروض اللي احنا بنقوله من اول الفيديو اللي هو نضاي واكينيولا وعمر فرج ومشلاك وهم دول، يبقى انا حليت الناحيتين. طيب في مرحله تجهيز فلوسهم وبنخلصهم واحده واحده في خلال ال10 ايام الجايين. طب تمام. طيب الخبر الثاني اللي هو ارض اكتوبر، من ضمن الحاجات اللي هم مستنيينها ان الارض البديله مجرد ما يتمضى الورق هيعرف على حسها نادي الزمالك ياخد قروض مش من الدوله ولا من بنوك الدوله، لكن من المحبين. عرفوا ان انت جاي لك فلوس، طبعا الفلوس بتجيلك بعد 6-7 شهور عقبال ما الورق والتراخيص والفيلم ده، بس انا كرجل اعمال محب للزمالك هقدر ادي لك فلوس وانا ضامن خلاص ان الدوله في ظهرك وجاي لك حاجات تجيب لك فلوس، تمام؟ فدول خبرين الحلوين اللي قالهم استاذ موضوع عباس وللي جاي يعني ان شاء الله. فالاستاذ جون ادوارد مأجل ليه؟ لان لو فرضا دلوقتي خلص القواضي كلها اللي على نادي الزمالك، ايه اللي هيحصل؟ حاجه انا بكره اكلمه اقول له علي حمدي مضى ولا رسمي ولا لسه؟ هقول له مودي ناصر مضى رسمي ولا لسه؟ هقول له اعلن على احمد عبد القادر مضى بشروط الزمالك ولا لسه؟ هقول له على لعيبه ثانيه ياما مضت ولا لسه؟ هقول له عمر عبد العزيز الناشئ، احمد صفوت. هنتكلم في كل فهو مش طب انت لما هتتكلم هتضغط مطلوب منه فلوس تاني، انما لما تكلمه في شهر 7 ويبقى فاضل شهر واحد على القيد يبقى الوقت ضيق، ويعلن لك عن اللعيبه دي اللي هو بقى اللي انا قلتها اللي هو اصلا مخلصها من 2.5 شهور، علي حمدي ومودي ناصر واخدهم فري، فيبدا ياخد لك شهر 7 في ال3-4 لعيبه اللي هم يعني على مش عايز اقول يعني عاديين، يضيع لك الشهر فيهم. والله في خلال الشهر بيفاوض ناس تقيله وعرف يجيب من رجال اعمال، هجيب لك صفقتين بوم افارقه. طيب ما عرفتش يبقى انا عديت الشهر.
فبرضه فكر شيطان ان انا ما اتضغطش. طب امتى كان ممكن جون ادوار يخلص كله دلوقتي ويجيب لك اللعيبه دلوقتي كله في بحر اسبوع 10 ايام ويحل المشاكل كلها؟ لو في فلوس، لو في على الاقل 10 مليون دولار على الترابيزه هيخلص القصه دي كلها بستة سبعة، ده في التسويات كمان، ويجيب ب 3 4 مليون على الاقل، يعني بيعرفوا يجيبوا بفلوس اقل وهيجيبوا لعيبه. لكن هو شغال ما بي سنه سنه عشان لو خلص بسرعه هيتضغط. ادي القصه كلها باختصار. كان في حاجه تانية عن اخبار كده في مشاكل برضو، بس احنا مالناش دعوه بالانديه التانية، احنا بنتكلم عن نادينا، بنتكلم عن اخبارنا. ربنا يجعل ان شاء الله اللي جاي حلو. لو كملت معايا الفيديو للاخر استاذنك في اللايك والشير ودعمك ليا عشان دعمك يهمني، واستاذنك عشان نفضل مستمرين مع بعض ما تنساش تعمل لي اشتراك وتعمل لي لايك وكومنت.